الحورة مريانا عيسى من مجلس الناحية الشرقي بلجنة الشباب والرياضة بالناحية طبعا، وجاي باسم حزب الاتحاد السرياني. طبعا أنا راح أبلش ببداية الحروب اللي بلشت الهجمات العدوان التركي على شمال شرق سوريا. طبعا هي الهجمات كانت على كافة المكونات بمختلف الأديان الطوائف، طبعا من أجل توسيع النفوذ وفرض السلطة طبعا العثمانية على شمال شرق سوريا. طبعا بالرغم هالشيء أنا شيء اللي أشوفه ما راح ينجحوا أبدا. يعني نحن هون كإدارة ذاتية بمختلف المكونات من الشعب السرياني الكردي العربي، طبعا نحن كلتنا مع بعض، والإدارة الذاتية هو هذا نجاحها طبعا بدون تفرقة لا للطائفية. طبعا هذا الشيء راح يخلي نضل على طول ناجحين، أنا أشوف هالمنظور. طبعا كمان الهجمات نحن نعرف العدوان التركي كان خص بهجماته لمكون واحد، بس أنا أشوف طبعا بلش هجماته على كافة المكونات. وأول قذيفة نشوفها كان استهدفت منزل لعائلة سريانية كانت. برغم ذلك يعني اجوا كافة القوات الأمن الداخلي شافوا هالأمر وعالجوه، كان إن كان من قوات الأسايش السوتورو كلتنا مع بعض بدون ما نقول أو نحدد أشهد مكون، وكلتنا كنا بإيد وحدة رغم الظروف. عندنا كمان الهجمات اللي استهدفت بتل تمر. أنا كتير أعرف هلا عوائل سريانية ابنه وحيد هلا هو موجود بالسوتورو. في كمان عائلة تانية بالجبهات كانت اللي هي مجلس العسكري السرياني. كلها طبعا هالقوات العسكرية تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية، ونحن كمان موجودين هون وعم ندعمها، وإن شاء الله تكون هي على طول بالنجاح والنصر. مثل ما قلت هلا قبل شوي ذكرت الفتنة ايش قد ما يريد نحن ما رح نعطي لها مجال، والإدارة الذاتية وتشكيلها ونجاحها هي هذا الشيء. نحن نعرف العدو مو كل دقيقة عم يراقب، كل ثانية ليزرع هالفتنة، بس مثل ما قلتوا نجاحنا هو مع بعض، عدم انه نخلي الذهنية العرقية تكون موجودة، لا خلص كلتنا نشتغل مع بعض. وأكبر دليل تشكيل الإدارة الذاتية بالرئاسة المشتركة، كل شيء بمحبة. وهون عندنا مثل ذكرته أنا بمجلس الشرقي نشوف هالشيء يعني بتعاون من الرئاسة، إن كانت بتشكيل كلها مع بعض، كل واحد إيش هو مرجعيته، احترام كلتنا يعني لبعض. هذا الشيء موجود، هذا الشيء عم يخلي مثل ما يقولوا العدو أبدا، يعني مثل ما يقولوا هذا هو سلاحنا اللي هو المعرفة واحترامنا لبعض، هذا هو السلاح الوحيد. مثل يعني كمان قبل شوي ذكرته انه هو كان هدفه يذكر انه هجماته لمكون واحد، بس نحن شفنا انه كان القذيفة لما تتوجه ما تعرف مين هذا البيت من كان مكونه. كلتنا نحن يعني اخذنا بضرر هالشيء. ومثل ما يقولوا هالحروب كمان خلت تتوحد دماءنا كلها بلون واحد، ونحن نعرف هو اللون الأحمر، يعني ما لا تفرقة ولا أي شيء.